السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام. كما كتشاهدوا معايا في هذا الفيديو إن شاء الله جينا نفحصوا الخلية اللي شديناها في الفيديو اللي قبل. المهم كما كتشاهدوا أمامكم حنا كنفحصوا هذه الخلية. نقلبوا الإطارات اللي مالية فيهم الحل وكنشوفوا الملكة واش بدات توضع البيض، وزدت لها معايا جوج إطارات جداد. كما كتشاهدوا معايا الخوت كنقلب الإطارات هذاك الاطار الاول اللي حيد صافي غنحيدو ونولي نصب به في خليه اخرى ان شاء الله. وبالنسبه لهاد الاطارات انا زدتهم لها جوج جداد. وشوف الخليه بنات في الخنشه، وانتم الاخوان هنايا بنات في الخنشه. بهذا غنوريكم الطريقه باش نخليوها تكمل، غنديروها لها في اطار ونخليوها تكمل في الاطارات. المهم اول حاجه نحيدوها من الخنشه. هاد الشمع اللي هنا بنات في الخنشه راه فيه البيض وفيه العسل. راني كنهضر انا اللي يبني في الخنشه الاخ عرفتي تيفسر ليا داكشي كامل ان شاء الله. لما كتشاهدوا الخوت انا بغيت نشارك معكم جميع اللقطات ديال هذه الخليه هذه، من طريقه النصب الى الصياد الى دابا ان شاء الله الفحص الخليه. ها انتم الاخوان هنا غنخشيوها في هذا الاطار هذا باش يولي النحل يخدم عليها ويكمل عليها البنيان هذا الاطار هذا، وباش نفحص باش الخليه تولي تشد في الاطارات متبقاش تسدني في الخنشه. هانتوما الاخوان كنحاولوا هنايا نوضعوها في الاطار بنسجدوا السلاك اللي في الاطار، بعد ان شاء الله نوضعوها في الصندوق. كما كتشاهدوا معايا الخوت هنايا نحاولوا نشبشوها في الاطار. وهانتوما الخوت راه فيها العسل، فيها العسل وفيها البيض الملكه يلا بدات تبيض. عيسو ديال راسها كامله. هانتوما الاخوان فيها العسل. نحاولوا نوضعوها في القنت باش الحل تجي ساهله نسودو عليها وغنخشيوها بجنب الاطار الاول هكذا. وزدنا له جوج اطارات باش بلا ما نبقاو كل مره نقلبوه على حساب باش الخليه تشد راسها في الصندوق. هذه كنورطي هابطه. هذا ما كان الاخوان، انتم بقاو مع الفيديو تشاهدوا. هذيك شنو هنايا كنشوفوا هذا الاطار القديم اللي كنا حاطينه هنا راه فيه عسل حتى هو. هذا الصفر مال البيض النحل راه خدام فيه كما كتشاهدوا. وهذا هو الاطار اللي الشهد كنخليوه هنا باش ان شاء الله النحل يكمل كامل كما كتشاهدوا. هنا عيسودي هنا راه كنوريكم البيض ديال الملكه هنا راه بدات تبيض. هذا الشهد هذا جديد. نقول لك جيب معاك لاستيك. ان شاء الله هاد المره غنلقاوه سودات الاطار كامل. هنا كنرتبوا الاطارات وهنا كنكونوا ساليين عمليه الفحص ديال هاد الخليه ان شاء الله. وهانتم الخوت الحمد لله ربي سهل علينا شدينا الطرد من النحل. نزلوا الكوادر دابا عنده تقريبا 4 خاويين وواحد قديم، 4 اطارات جداد دابا تيبني فيهم الاخوان. والملكه راه بدات في وضع البيض. من بغيت تزيد ديال المره هكذا هذاك الخوت حنا ساليناه دابا ان شاء الله. الا بغيت نزيدو شي اطارات اخرين نرد هذا الجنب اليسار ونولي نزيد له وسط نزيدو اطارات جداد. الله لا تجي ما الخوت صافي سال الفيديو ديالنا ان شاء الله. غادي نولي نحاولوا نسدو وردو فوق البلايصه ديالو. هيدا ربيعي لما كان الاخوان نتمنى من الله ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معايا الاخوان. حتى انا راه يلاه مازال نحال مبتدئ كنستافد من الدراري وكنبغي نشارك معكم المعلومات ان شاء الله. وانتم الاخوان هنا فوقنا الخليه هبط لي الخنشه وردوا ان شاء الله للبلاصه ديالها. صافي هذا هو الخوت. هذا هو الصندوق اللي كنا شدينا به واللي علمنا بالحرف إيكغيك. لا خوت اللي ما شافش الفيديو رجع للفيديو السابق، راه انتم غتلقاو الحرف. ها انتم الحرف إيكغيك الخوت، نفس الصندوق اللي نصبنا ونفس الصندوق اللي شدينا نفس الحرف. ها انتم الخوت نفس الحرف. حنا ردينا للمكان ديالو. دابا الحمد لله النحل الخوت راه خدام فيه مزيان، وكب الخليه اللي شديناها مزيانه وخدامه. دابا بدات تبيض الملكه وكلشي. والخوت كنتمنى من الله ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وانا شاركت معكم جميع اللقطات ديال هذا الصندوق، وغنتبعوا هذا الصندوق ان شاء الله حتى الاخر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في خير وأحسن الأحوال. إلى اللقاء. شوية. هاي. شوية. شوش.